أسوأ عادة معظمنا بيعملها حاليًا ألا وهي استخدام الموبايل قبل النوم مباشرة. 80% من الناس تستخدم الموبايل قبل النوم مباشرة، مما أدى إلى ظهور كثير من الأمراض، وعلى رأسها الصداع. الصداع الشديد الذي يصاحبك بعد الاستيقاظ مباشرة، وتصاحبه عصبية شديدة تصيب يومك، وقلة في التركيز، ومشاكل أخرى. كل هذا نتيجة استخدامك للهاتف قبل النوم مباشرة. ومنا أيضا من يستخدم الهاتف فور استيقاظه من النوم، مما يزيد البلاء بلاء. ليه؟ لأن عقلك فور استيقاظك من النوم يكون في حالة الألفا ويفز، ودي حالة بيكون فيها عقلك خالي تماما من كل شيء، فيك من نشاط وعنده إبداع وعنده قبول لأي شيء كان. أما فور استخدامك للهاتف بعد استيقاظك مباشرة، يتحول عقلك من الحالة الألفا ويفز للبيتا ويفز، ودي حالة بيزيد فيها هرمون الكورتيزول، وتصاحبه عصبية وضغوطات وكثير من المشاكل التي تصيبك، وذلك نتيجة استخدامك للهاتف فور استيقاظك من النوم. فما الحل؟ الحل أن تبتعد عن الهاتف فور استيقاظك من النوم لمدة لا تقل عن تلت ساعة أو نص ساعة. تمام؟ ليه؟ لأن هتقلل من الآثار الجانبية، هتكون عندك تركيز ونشاط طوال اليوم. ممكن تستغل الوقت ده تلت ساعة أو النص ساعة في إنك تجهز الفطار، تذاكر، تقرأ قرآن، تقول أذكار الصباح. في حلول أخرى. تمام. أما عن عادة استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة، يفضل أو يستحسن الابتعاد عن الموبايل لمدة لا تقل عن ربع ساعة. اشغل نفسك بأي شيء، سواء المذاكرة أو مراجعة الكتب أو مستندات العمل أو أي شيء كان، أو التخطيط ليوم غد. بس شكرا.